السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. تغطيتنا اليوم مهمة وخصوصا للأسر اللي نازلين يعتمرون وخايفين على أطفالهم أو ما عندهم أحد ينتبه للأطفال. يوجد في المسجد الحرام مركزين لضيافة الأطفال بالتوسعة السعودية الثالثة، موقعها بجوار مستشفى الحرم للطوارئ. أول ما تطلع مع السلالم الكهربائية إلى الدور الأول تتجه مباشرة لأحد هذه المركزين. خلونا ناخذ جولة في أحد هذه المراكز. المركز ما شاء الله مجهز ومهيأ لاستقبال الأطفال من سن سنة إلى 10 سنوات للبنات، والأولاد من سنة إلى 8 سنوات. ويشترط لدخول الطفل وخروجه من المركز تقديم الهوية أو الإقامة أو جواز السفر. أول ما تدخل المركز تشوف هذا الباب الذكي يمنع خروج الأطفال الصغار. يوجد 3 مناطق حسب الفئات العمرية. المنطقة الأولى من سنة إلى 3 سنوات، والمنطقة الثانية من 4 إلى 6 سنوات، والمنطقة الثالثة وتسمى فصل زمزم لوجود مجسم يحاكي بئر زمزم. يتواجد الأطفال في أيدي أمينة مع مقدمات رعاية الأطفال اللي راح يهتموا فيهم، وأيضا يعطوهم ألعاب وقصص تربوية وتعليمية ترتبط بمكة وشرح للسيرة النبوية. طبعا المركز يوفر وجبات للأطفال وصالة طعام وأيضا منطقة لمشاهدة المواد المرئية. ومن المميز أيضا وجود غرف خاصة للنوم وأيضا كاميرات لمراقبة الأطفال. بالنسبة لرسوم المركز، ال3 ساعات الأولى مجانا، وأكثر من ذلك برسوم رمزية تكون على الطفل الواحد في الساعة الواحدة. ويمكنكم التواصل معهم من خلال الرقم التالي: 056 785 8837.